السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم ما كنتش باغي ندير هذا الفيديو هذا، ولكن وقع واحد الستون دابا. المهم ما تعرفونيش انا فين كاين، ندور لكم كاميرا باش تعرفوني فين كي بعدا. هذا باش نكمل لكم شنو وقع. انا حاليا كاين في المطار ديال برلين، ان شاء الله الا كتب الله غادي الدار البيضاء. المهم غنمشي لباري ان شاء الله، من بعد باري عاد باش غادي نمشي لكازا. الاخوان دابا باقا لي تقريبا واحد 20 دقيقه باش يحلوا لي بلاصه الانفورماسيون، باش نشوف اين جيت اين بوابه اللي غنمشي باش نتسنى باش نطلع في الطياره. الطياره عندنا حتى ل7 وثلث. المهم انا فين جالس هنا مستالي، كلشي بنات مريحين في الارض عادي، الارض نقيه ماشي شي حاجه. دابا جايب معايا في الشكاره واحد فرماج فيه الماء، هذاك اللي تيقولوا لي فرماج بيض داير فيه 3 طروفه قد هكا كبار في واحد القرعه كبيره تركي. واحد الفرماج يكون زوين بحال الجبن، نقول لي الجبن باش الناس في المغرب يفهموا. وانا شاك قلت غادي نحبسو، قلت لا حيت فيه الماء وممنوع تطلع قرعه الماء معك الطياره. صافي انا قلت نجرب حظي، لويتو بالسكوتش درت عليه الميكا. دخلت في بلاصه اللي كيقلبوا الباكاج، عنده واحد قال لي لا هذا ممنوع، هذه فيه الماء وهذه قلت له راك شكيت، ولكن قلت واحد العيبات ديال الثومه دايرين نتاهما بحال لاصوص ديال الثومه بحال هكا صغار زوينين بنين، كيعجبوني كناكلوا مع الفريت وداك الشيء، كنديهم معايا مره باش نكون غادي للمغرب. قال لك هادو لا، قلت لي شوف، قلت له انا غادي نعاود نخرج نديرهم في ميكا. وديك الساعه قال لي جرب حظك. خرجت مشيت درت هذاك غير الفرماج درتو في ميكا، ودوك ديال الثومه خليتهم بحال هكا حطيتهم. دخلت دزت عند وحدين وتقول ماشي هو، المهم دزت عند وحدين اخرين تقول لي داك الاخر راكب. سبحان الله، يعني شو الناس باش تعرف الناس مختلفين سبحان الله. مشيت عند هذاك الاخر، مشيت عند واحد المراه اخرى هي اللي دوزتني. قالت لي شنو؟ قلت لها راه داك الجبن. قالت لي ما غاديش بيه بعدا لامستردام. قلت لها لا قلت لها امستردام تما خصنا نجيبو. قالت لي راه داك الشيء. صافي بالضحك بحال ما هكا داز هكا شكار تكسير. بقيت كنقول شو سبحان الله، يعني كون كان شي واحد دابا غيمراق ولا يحشم داك الشيء غيقول لي صافي حيدو وحيد لك حتى داك الثومه اللي ديك الثومه ما ندير معايا واحد نديرها بحال لاصوص ديال الثومه زوينه. يعني شو سبحان الله، يعني تقدر يوقع لك بحال هكا بحال هكا ديما بدل، قول لي اوكي نرجع نعاود نبدل سميتو وبدل دوز عند واحد اخر، ما تعرف شنو كاين. حتى الباكاج راه نورمالمون عاطيني 12 كيلو، جايب معاه هادي وجايب معاه هادي، نورمالمون 12 كيلو صاك ديال الدار، ولكن الحمد لله كدوز مرضي الوالدين كدوز سالكه. المهم اخوان ان شاء الله نصور لكم لقطات من الرحله حتى نوصلوا كازابلانكا ان شاء الله باذن الله. اخوان هاد الاحساس هذا اللي كتكون غادي تركب في الطياره هو كلشي. نتمنى لاي واحد الاخوان يعيش هذا الجو هذا. ساهل دابا تركب في الطياره، ولكن الوجهه الاخوان هي كلشي. الوجهه فين غادا بكم الطياره هي اللي كنتمنى لكم الاخوان تكون في القلب. الله ييسر لاي واحد. اخوان بالنسبه لي انا اول مره غادي نسافر مع شركه ديال اير فرانس، اكتشفت واحد الحوايج وجوج اللي كانوا مهمين بزاف. ممكن حوايج صغار وكاين حوايج اللي مهمين بزاف، ولكن جوج الحوايج غنوريكم. اول حاجه هي هذه، يعني فين كتحط التليفون يمكن لك تحطو متكيت، يمكن لك تحطو واقف وكتفرج مرتاح على راحتك في التليفون ديالك. هاد اللعيبه ديال الشارج حتى هي نقدر نقول حاجه زوينه، غير هو الشارج يكون ثقيل بزاف. هنا راه تيسيرفيوك يعني كيعطيوك الكافي الماكله، يمكن لك تحط تما الكافي ديالك داخل داكشي في التيكي. هنايا فين كتحط الماكله تقصي، يمكن لك تحط اللابتوب ديالك حتى هويا تفرج فيه، ولا كانت عندك طابليت هذه مزيانه. ولكن هذه الاخوان فاش كتلقى كتكي الكرسي، راه عرفتي راه الطياره فاش كتلقى في هذا البلان هذا ديال تتكي الكرسي راه الحياه. كاينين دوك الطيارات كيكونوا مزيرين، والاسباس هنا ديال الركبه بطبيعه الحال حتى هو حاجه زوينه اللي الحمد لله هذا الشيء كيسهلوا لك الرحله وكتكون رحله مريحه الحمد لله. حاجه اخرى اللي لاحظت هو كاين الويفي في الطياره بطبيعه الحال، كاين لي باك، كاين ديال الفابور الا بغيتي غير ميساجات ما تصيفط لا تصاور لا حتى شي حاجه ثقيل، ولكن راه كيوصلوا الميساجات. اخوان هنا فاش بغينا ننزلوا كانت الطياره كترعد بزاف وكتحس بيه بحال شي واحد يلاه كي مبتدئ ما كيعرفش يسوق. كدبش عليكم الاخوان، واحد الاحساس كيف ما كتشوفوا بنادم كيتحرك اليمين ولا اليسار، وهادشي باغي نحط وقال كنريح بزاف. ضروري تشهد اخويا ضروري تشهد. والحمد لله هبطنا بسلام. سينو ما كنت غنكون نحط لكم هذا الفيديو هذا. المهم وصلنا لباري وبقى تابعنا الرحله ان شاء الله اللي غتكون الغد ليه من باري لكازابلانكا ان شاء الله. ساعات يشيروا للساعه 9:30 وعندي الطياره الاخرى حتى الغدا مع 7 الصباح. ونشوفوا شي بلاصه فين نتكاو فيها نشدوا شي كوان. المهم عيشوا معنا الاجواء.
من الاشياء اللي لاحظت الاخوان وانا كندور هنا في المطار ديال باري هنا في فرنسا، وهما هاد البلاصه فين تتشرب. يعني كاينين بزاف لاحظتهم دايرينهم، يعني الواحد يقدر يوقف يعمر قرعه ديالو ويشرب، ما عندهمش مشكل، يعني ما تتشحف ما حتى شي حاجه. هذه لاحظتها كاينه هنا بزاف ديال البلايص تندوز منهم كنلقاهم محطوطين. كيف ما كتشوفوا الاخوان انا راه ضروري قبل ما نمشي الطريق تندي معايا المؤونه ديالي، وتنبغي نوجه تحيه للاخ يوسف عبد القادر، الدراري اللي خدامين عندنا في المدينه تما دايرين واحد المحل ولا واحد الكرفان تيبيعوا فيها المعالجه وساندويش هذا ديال التاكوس اللي ما شاء الله جا في وقيته، تاكوس ميكس يعني بنين ما شاء الله. وانتم راكم عارفين الواحد فاش كياكل شنو غيكون ورا الماكله، الخبار في راسكم. اخوان من بعد ما قصينا بغيت نضرب بكم دويره هنايا كيف ما كتشوفوا، يعني في باري هنا في المطار ديال باري، ولكن الساعه تشير الى 10:30 وهنا الاكثريه تقريبا دابا كيسدوا. كيف ما كتشوفوا المحلات هنا راه مسدودين. قال لي المهم من 10 كيسدوا، يعني ما لقاو حتى شي حاجه. كيف ما كتشوفوا هنايا حتى السنسور هو راه حابسينو، يعني ما كيهبطش غير كيطلع على بغا تطلع. داكشي علاش الاخوان الرحله غادي نقلبوا غير بلاصه فين غادي نتكاو. تنظن بلاصه فين كنت كنقصي مع جيت سولتهم هنا في البيرو، قلت لهم واش كاين بلاصه واحد فين ينعس داكشي، قالت لي لا تما من الاحسن انك تنعس كبيره شويه، واخا ما ارتحيتش لا مع كاين بلاصه ديال الترانزيت كيبقى بنادم غادي جاي، يا ما انا ما غنتسوقش ندير ليزيات ونسمع شي حاجه حتى غادي نعس. ولكن كنظن هذيك هي احسن بلاصه تقدر تنعس فيها، حيت هنا كيف ما شفت هنا كيتسناو كلشي غير الطيارات. ندور لكم تشوفوا غير فاش تجلس، اما باش تكا ما كاينش. دونك هاد الفوطويات اللي كاينين فيك تما فيك كنت كنقصي، كاين الشارج يعني كاين الماء، كاين بزاف د الحوايج. هما ديك اللعبه ديال الماء اللي قلت لكم ماشي فين ما تدور تلقاهم فين تشرب، يعني ما عندكش مشكل من الماء. كيف ما قلت لكم اخوان كيف ما كتشوفوا هنا كاينين غير كراسه، يعني فين غتريح، يعني ماشي ما كاينش فين تكا. داكشي علاش غنهبط لتحت في داك الفوطوي تما فين شفتوني، هو غادي نتكاو فيه. و هادشي اللي كنكمل لكم الفيديو، مازال تابعنا حتى لكازا ان شاء الله. من بعد الاخوان ما درت جيت لهنا البلاصه فين كنت جالس كيف قلت لكم قبل، هي اللي غادي نعس فيها. ودابا راه وصلت شي 12 بحال ما هكاك، مابقاش بنادم كاع الترانزيت، مابقاوش الطيارات، يعني ولا ثقيل بزاف. هي فين جيت حطيت، وكاين حتى الشارج، يعني بطبيعه كيف ما كتشوفوا رانا داير الشارج تما الواحد يقدر يشارجي. وحطيت الساك ديالي وارتحيت ليا مع راسي. نشوفكم في الجزء الثاني للطريق لكازا.